بطن الولاده مضايقاني انا عايزه اتخلص منها، ما ينفعش تعملي ميزوثيرابي. كل اللي بتعاني من السمنه الموضعيه اوعي تعملي ميزوثيرابي. النهارده هقول لك اكتر من 5 اسباب تخليكي ما تعمليش انا عارفه الميزوثيرابي. ان الكلام ده هيزعل كتير من زمايلي وكتير جدا من الحالات، ولكن بالفعل في حالات احنا بنرفض اصلا نعمل لهم على ميزوثيرابي. الرغم ان انا بعمل ميزوثيرابي، فعلا ميزوثيرابي هو بديل لعمليات كتيره جدا، هو بديل لدخولك اوضه العمليات. لو انت محتاره في اكتر من 10 كيلو، الميزوثيرابي مش اختيار ابدا تلجئي له. الاختيار في الوقت ده هيكون ان حضرتك تمشي على نظام غذائي، او لو انت عندك مشاكل صحيه مقلله معاكي معدل الحرق، في الوقت ده ممكن تلجئي لاي نوع من انواع البيبتايدز، ومفيش اكتر منهم دلوقتي، جي ال بي وجي اي بي وانواع كتيره جدا. لازم نعرف النوع المناسب ليكي عن طريق في الوقت ده انت محتاجه تخسي، وبعدين تظبطي الاماكن اللي في جسمك اللي انت متضايقه منها، سواء في الدراعين او في الارداف او في البطن او في اي مكان انت بتعاني منه. عندك 3 4 5 كيلو مضايقينك، وفي نفس الوقت بطنك او دراعك او الارداف مضايقاكي، في الحاله دي الميزوثيرابي مش افضل اختيار ليكي، ولكن الميزوبيبتايد هيكون اختيار هايل جدا. حضرتك حامل او بترضعي ما ينفعش اصلا تعملي ميزوثيرابي، لان ده اكتر سؤال بيجي لنا من الحوامل. لو انت خلقك ضيق وبتستعجلي على النتائج، الميزوثيرابي مش افضل اختيار ليكي. الميزوثيرابي ده انواع كتير جدا، منه حاجات لايبوليسيس، منه حاجات للسيلوليت، منه حاجات للساج سكين، للفيرمنج. الحاجات دي بتاخد وقت. لو انت صبرك قليل وخلقك ضيق ما تبدايش لو ميزوثيرابي. حضرتك بتعاني من اي مشاكل صحيه مزمنه زي مشاكل الكلى او الكبد او القلب، لازم تصارحينا في الجلسه عشان نقرر اذا كان ينفع نبدا لك، وفي الغالب مش هينفع اصلا. لازم تكوني صريحه معانا طول الوقت. لو مش ناويه تمشي على نظام غذائي تحافظي بيه على النتيجه اللي انت هتكوني وصلت لها بالميزوثيرابي، يبقى من الافضل انك توفري فلوسك، لانك هتضيعي كل اللي انت عملتيه في ثانيه واحده. في النهايه مفيش بديل عن النظام الغذائي الصحي، انك تقرري انك تغيري اللايف ستايل بتاعك. لازم يكون عندك صبر، لازم تختاري الدكتور المناسب اللي هيختار لك الانواع اللي تناسبك، لان النوع اللي يناسبك ممكن ما يناسبش غيرك. واستنونا بقى في عروض رمضان مبهره.